مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى الخامسين لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عاد قيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. لاقت العروض التراثية والتقليدية لإقليم شمال البحر الأحمر ومعارض الصور والأدوات والموارد البحرية والزراعية التي عكسها في جناحه استحسان الزوار في مهرجان إريتريا العام 2026. وصرح رئيس اللجنة الثقافية السيد سليمان يوسف بأنه تم تقديم 16 عرض جسدت عادات وتقاليد قوميات التجري والساهو والعفر والبداويت، بالإضافة إلى العروض الغنائية التراثية لقوميات التجرنية والتجري والعفر والساهو. وقال رئيس لجنة المعرض الأستاذ سعيد صالح إن المعرض يعكس الموارد البحرية والزراعية للإقليم، بالإضافة إلى الموارد السياحية والحيوانات البرية والمباني الأثرية التي تضمها مدينة مصوع. وقال تقلوين نقاسي من لجنة التراث الشفهي إن الإقليم يقدم التراث الشفوي لقوميات الرشايدة والتجري والعفر والساهو، وتشمل قصائد وقصص شفهية وغيرها، وتجسد أنشطة البحر والرعي والزراعة. وقال عضو اللجنة جمال نور أحمد وراية عثمان أنه تم تجهيز منازل تعكس سبل عيش قوميات التجري والعفر والساهو والرشيدة. ضمن فعاليات مهرجان إريتريا العام 2026 يقام حاليا معرض للصور والمقتنيات من تنظيم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام. ويسلط المعرض الضوء على التراث النضالي لمرحلة الكفاح المسلح من خلال عرض أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة منذ السبعينيات القرن الماضي حتى الاستغلال، والمعدات الطبية للوحدات الصحية، والمجلات والكتب الصادرة باللغتين التجرينية والعربية، إضافة إلى النواة الأولى للآلات الموسيقية. إلى جانب ذلك يتم عرض لوحات ورسومات فنية تجسد ملاحم الصمود في إيصال الإمدادات للوحدات العسكرية وبطولات تحقيق الاستغلال وحماية السيادة ومشاريع البناء التنموي في البلاد. وأوضح الشاب متكلماني عضو فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الإريترية إن المعروضات المادية جرى حفظها في أقسام وزارة الدفاع، بينما أعدت اللوحات الفنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وعرب الزوار عن إشادتهم بالمعرض لكونه يوثق مسيرة نيل الاستغلال وحمايته، داعين إلى توفير مقر دائم وآمن لحفظ هذه المقتنيات ونقلها للأجيال القادمة. أحيت الجالية الإريترية المقيمة في السويد اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار إحياء عظيم وجهود جديدة في بناء الوطن. وخلال الاحتفال رسمي أقيم في 22 من يوليو الجاري في العاصمة أستوكهولم. وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا لأعضاء جمعية قدامى طلاب مدرسة الثورة والمقاتلين السابقين، إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين. وفي كلمة له خلال المناسبة ألقى سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس كلمة تناولت الدلالات التاريخية لهذه المناسبة والمسيرة التي قطعتها المدرسة. من جانبه وجه رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الدول الاسكندنافية السيد ألم تخلى قرقيش تهانيه وتحياته للمشاركين سواء عبر الحضور الفعلي أو المتابعين للبث المباشر، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح برامج استرجاع الذكريات وفعاليات تأسيس مدرسة الثورة. وفي سياق الاحتفالية عرضت بيانات توضيحية تناولت الجهود التاريخية التي بذلتها الجبهة الشعبية، انطلاقا من إدراكها أن تعزيز المعرفة يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث تبنت مبادرة التعليم في خدمة الجماهير ولتعميم التعليم النظامي ومحو الأمية.
وأكدت الكلمات التي ألقيت في المناسبة أن تأسيس مدرسة الثورة يحتل مكانة تاريخية بارزة في المسار التعليمي الوطني. وتضمن البرنامج فقرات متنوعة تناولت تاريخ تأسيس مدرسة الثورة والتحديات والعقبات التي تم تجاوزها عبر مسيرتها، إلى جانب شهادات حية قدمها خريجو المدرسة. كما شهد الاحتفال معرض للصور الفوتوغرافية سلط الضوء على أنشطة الطلاب اليومية وأبرز المساهمات الجديدة الجليلة للكوادر التعليمية والقائمين على إدارة المدرسة. حققت بذور البطاطا المختارة التي زرعها مزارعون نموذجيون في مديرية عد قيح في مساحة 20 هكتارا حققت إنتاجا جيدا خلال الأشهر الست الماضية، ومن أصل 402 كنتال من الجيل الثاني من صيف إلكترا التي وزعت على 36 مزارعا في مناطق تقندع ومألويا ومندفرة وحينبا وأوهني خلال شهري أكتوبر 2025 وفبراير 2026. تم حصاد 5226 كنتالا. وقال من قستاب الرايا خبير تنمية الخضروات والفواكه أن الحكومة ستشتري الإنتاج من المزارعين بزيادة قدرها 25% عن سعر السوق، وقد تم إرسال 645 كنتالا من البذور إلى مديريات سقنيتي وصنعافية ودرقمحري ومندفرة وعدخالة، مؤكدا أن المزارعين الذين استخدموا بذور البطاطا المختارة يحصلون على أكثر من 15 كنتال من الكنتال الواحد من البذور، وأنهم يقومون بتخزين الجزء من الإنتاج في مخازن في عد قيح للاستفادة منها كبذور. وأوضح مسؤول قسم الزراعة في المديرية السيد يوهانس كفل مريم أنه تم تشكيل جمعية على مستوى المديرية لزيادة الوعي ببذور البطاطا وتشجيع استخدامها. وأفاد الخبراء بأن بذور البطاطا المختارة التي جربت من قبل مزارع واحد عام 2017 تستخدم حاليا من قبل أكثر من 75 مزارعا نموذجيا. وفي الوقت نفسه أفاد خبير الزراعة المسقرة والمربح السيد تسفو طعامه بأن وزارة الزراعة في المديرية وزعت 80 كنتالا من بذور القمح المختارة على 530 مزارعا في 6 ضواحي لزراعتها في مساحة 114 هكتارا في مديرية عد قيح. دعا مسؤول مركز الشقالي الصحي بمديرية أسماط الممرض إبراهيم جمع دعا الأهالي للتجمع والاندماج في مناطق مركزية، مؤكدا أن تضاريس المنطقة الوعرة وتشتت القرى يشكلان عائقا كبيرا أمام تقديم الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص. وأوضح الممرض الجمع أن افتتاح المركز في يوليو 2022 والذي يقدم خدماته لقرى حوتسي وشقالي وأكوار وأسماط وغشن وململتة أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة الولادات داخل المرفق الصحي ب 10.5% ومتابعات ما قبل الولادة للحوامل ب 17.7%، فضلا عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الملاريا إلى ما دون الصفر بفضل وعي المجتمع، وارتفاع نسبة التغطية للنظافة العامة لتصل إلى 85%. كما أشار الممرض جميع إلى أن تزويد المركز بالطاقة الشمسية بجهود مجتمعية أسهم في رفع نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة إلى 100%. ورغم هذه الإنجازات شدد على ضرورة الإسراع في خطة تجميع القرى المترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات الصحية للجميع وتغطية المناطق المتبقية. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.
وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخير في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. خلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونجي سيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة غرب أفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027 مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في غرب أفريقيا. وقال فاديفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا أوجوكو في أبوجا أن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف إن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في عد قيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.